السلام عليكم البنات، خوتي خواتاتي صحابي صحاباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وفي صحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد. اليوم غادي نصاوب معكم الباجو في الفران اللي كيجي رائع ولذيذ بزاف بهذه التتبيله الرائعه. تحياتي لكم كبيره فين ما كنتوا خارج وداخل ارض الوطن، الناس الجداد القدام اللي كانوا معايا من البدايه ولا اللي غيدخلوا ولا اللي كانوا في الوسط، تحياتي لكم كبيره ومرحبا بكم. غادي ندوزو للوصفه ديريكت. غادي هنايا كما شفتوا معايا عندي الباجو، هانتوما هنا غادي نبدا بالغسيل. انا جدتو ما شاركتش معكم التقليه، كنحيد ليه هذا الشوك هذا السنسول هنايا، وغادي هنا دايز واحد مول سميتو غادي يصدعني في الطبريز، غادي نقطع. هانتوما هنايا القشره غادي نحيدها بالموس. انا كان يعجبني الحوت نجيبو للدار ونغسلو، ما كندفعوش يتصايب. هانتوما واخا تيعيا فيا مول الحوت غادي نصايب، كنقولوا لا يخليه، حتى كنجيبو للدار كيعجبني نصايبو راسي على طريقتي ونعرف شنو درت فيه. صافي هنايا حيدت لها هاد، واخا مول الجافيل باقي كيدور. صافي غادي نحيد ليها هادي، غنخليه بالراس ديالو ونحيد ليه غير الوسط يعني كما شفتوا. غنقص ليه غير من هاد الرويصات هادو. ولا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا باللايكات، الله يجازيكم بخير. اللي دخل يدير لايك فضلا وليس امرا. تحياتي لكم الكبيره. صافي كنحط في هذا البانيو، نعاود نهز الاخرى حيدت لها هذا السنسول اللوراني، نعاود نحيد لها القشره. هذا كتكون فيه القشره، هذا ماشي بحال الشران، وبحال الشران كنحيدوا ليه غير الجلده، هذا كتكون فيه القشره كنحيدوا ليه القشره. انا ملي تشوفوني دايره الليكات عرفوا راه عندي الحوت. تيكون الشوك تيكون صافي. هنايا عاود غادي نحيد ليه الوسط. صافي كنفتحو من الوسط، عاود نحيد ليه داكشي اللي هنايا مازال غيتعاود يتغسل، راه حاطه البانيو حدايا مازال غنعاود نغسلو. يلا خليكم معايا نكمل هاد الحوتات اللي عندي. راه درت غير 5 الحبات. السلام عليكم البنات، رجعت معكم بعد ما غسلت الحوت ديالي. غادي تشوفوا معايا هنايا الحوت، غادي نستفو وغادي نقطعوه. بسم الله. انا هادو راه قطعتهم، عندي 5 الحبات هنايا. غادي تشوفوا معايا هاد التتبيله هادي كتجي زوينه بزاف. تحياتي لكم الكبيره. هنايا لداخل غادي نشد هنايا عندي شويه السودانيه، شويه المليحه، شويه الكمون، شويه الابزار، غادي نخلطهم وغادي نرش لداخل ديال الحوته. شوفوا هاد التتبيله هذه والله العظيم الا كتجي غزاله، جربوها وصدقوني ديروها، راه كتجي اروع ما يكون. نساو عليا قليان الحوت، نساو عليا المقله والزيت. شوفوا ليا مع الفران نديرو حتى في هاد الرويصات هادو شويه حتى هما تيجيو بنان. كاين اللي كيبغيهم راه كيجيو كما قلت لكم اروع ما يكون. صافي هنا عندي شويه د اليازير غادي ندير هنا لداخل. اليازير اللي عنده طري يديرو، اللي عنده يابس يديرو حتى هو، راه كيعطي نكهه زوينه. وهنايا كما شفتوا عندي الثومه، كل حوته غندير فيها 2 طريفات، 2 حبات صغارين.
وهنا عندي طرنشات ديال الحامض، هانتوما قطعتهم هكا على هاد الشكل هذا. كما قلت لكم نساو القليان. وهنا عاود غادي ندير شي شويه ديال الياسين هنا في هاد البليصات اللي جرحت بالموس. راه كيجي روعه 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 روعه. لا ما تبقاو تقليو في هاد الصهد هذا وهذا. دابا راه كما كتعرفوا راه قلت لكم في هاد الصيف انا ما كنديرش المرقه بزاف، قليل فين تنديرها. وهنا شويه ديال الزعتر، هو تيجي عاود النكهه ديالو لا يعلى عليها، راكم عارفين. تحياتي لكم جميعا يا خوتي خواتاتي، الناس ديالي اللي متبعيني ومدعميني، شكرا لكم بزاف. تحياتي لكم الكبيره، ومرحبا بتا الناس اللي غادي يدخلوا عندي، مرحبا بهم. ما تنساوش ليا لايك واشتراك في القناه الفيديو. صافي هنا بسم الله. هنا غادي ندير شويه ديال زيت العود، هذا هو السر الخطير. اللي عنده زيت العود يديرها، اللي ما عندوش يدير غير الروميه. صافي. وغادي نغطي على الحوت ديالي وغادي ندخلو للفران مده واحد نص ساعه وغادي نحلو عليه. يلا خليكم معايا يطيب ليا الحوت ديالي ونرجع معاكم. تحياتي لكم كبيره. السلام عليكم البنات، اجيو معايا نوجدوا واحد اللاطه د الحوت اللي كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي بهاد التتبيله الرائعه، كتجي زوينه بزاف، كتجي غزاله ما شاء الله. تحياتي لكم كبيره، ونتمنى ما نكونش شهيتكم بهاد الوصفه هذه الزوينه. ديروها وردوا عليا في التعليق. راه هاد التتبيله اللي قلت لكم راه كتجي غزاله، راه باقي سخونه، راني دايره غير سميتو من تحت، راه كيجي يا سلام. شوفوا ليا الحوت، شوفوا الحوت كيدير من الداخل ما شاء الله. تحياتي لكم كبيره. دوزو نعطيكم المقادير وطريقه التحضير، وتحيه كبيره لكم. يلا ما نكونش شهيتكم في هذه الوصفه هذه.